في رواية عن الإمام السجاد وردت إليه رسالة من أهل البصرة يسألون عن كلمة الصمد. والله لهم خلق من البصرة، خمو سيارات يعني والخيل والبغال، يمكن رايح جاي شهر، مو دزوا لهم واحد برسالة يسألون عن كلمة شنو. هاي الناس اللي تدور دين. احنا حاليا عندنا اطلابة ما نسأل بها المرجع، يروحون للمن؟ للفريضة. هذا شنو فهم الفريضة؟ الفاتحة ما يقراها بشكل صحيح، ترى هاي أمة ميتة. واللي يقول الفريضة يمشي، واللي يقول المرجع يذبونه. ذولا مسلمين؟ والله يا اخوان ترى احنا في زمن الاسلام يحتضر، لم يبقى من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا هاي الحقيقة. فلا يجي البعض يطمطم. اليوم اذا اختلفوا وطلابة كبيرة ما يقول لك روح المرجع ابد، لان شغلة المرجع ما توكل خبز، وين يروح؟ فلما وصلت الرسالة من أهل البصرة الإمام السجاد يسألون عن كلمة الصمد كتب إليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا بغير علم، فقد سمعت عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وإنه سبحانه وتعالى فسر كلمة الصمد. وين؟ قال: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني الله تعالى قال: قل هو الله، هو منه؟ الله. الله شنو؟ أحد. بعد الله الأحد شنو؟ الصمد. الصمد شنو؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يسمونه تفسير القرآن في القرآن. يقول هو الله تعالى فسر كلمة الصمد بما؟ من خلال المقطع الذي بعدها.